إمتى النرجسي يخاف منك؟ النرجسي بيخاف لما يتسحب منه التحكم. هو مش بيخاف منك انتي كشخص، لكن بيخاف يفقد السيطرة الكاملة على مصدر الوقود النرجسي بتاعه. كل فعل بتعمليه يكسر سيطرته بيعتبره حرب على العالم الوهمي اللي هو عايش فيه، وساعتها بيبان ضعفه وخوفه. خليني أقولك إزاي ده بيحصل. اقطعي عنه الاهتمام. النرجسي ملوش ذات حقيقية، هو وجوده قايم على صورته في عيون الناس. لما تمنعي عنه انتباهك، انت مش بس بتتجاهليه، انت كمان بتسحبي منه القناع اللي مستخبية وراه، وبتخليه يواجه الفراغ اللي جواه. الحرمان العاطفي ده بيهدد وجوده نفسه، فيخليه يا إما يجري ورا ضحية تانية، يا إما يحاول يرجعك بيأس. وريه قوتك وثقتك في نفسك. النرجسي بياخد قوته من ضعفك وشكك في نفسك، لكن أول ما تبيني له ثقة حقيقية كأنك بتقولي له أنا مش محتاجة موافقتك ولا تقديرك. اللحظة دي بتكسر سلطته عليكي وبتسقط وهمه إنك ولا حاجة من غيره. حطي حدود واضحة. النرجسي شايف اللي حواليه امتداد ليه، مش أشخاص مستقلين. الحدود بالنسبة له زي سور عالي بيمنعه يقتحم حياتك ويستنزفك. كل لأ بتقوليها هي إثبات إنك موجودة وواقفة لوحدك. هو هيجرب يختبر الحدود دي عشان يعرف لحد فين يقدر يدمرك، لكن أول ما يلاقي جدار صلب هيتراجع. حمليه مسؤولية أفعاله. النرجسي بيهرب من المسؤولية زي ما يهرب من النار. لما ترفضي تشيلي عنه غلطاته أو تتحملي عواقب تصرفاته، انتي بتجبريه يواجه نفسه، وده عكس طبيعته اللي بترفض تعترف بالخطأ. الفعل ده ممكن يولع غضبه، لكن في نفس الوقت بيبعت له رسالة واضحة: تلاعبك ما بقاش ينفع. افتكري دايما، النرجسي جبان قدام حقيقته. هو بيخاف منك بنفس اللي بيخوفك منه، بيتأذى من نفس الأسلحة اللي بيستخدمها ضدك، بيقلل من قيمتك عشان يحس هو إنه ليه قيمة، لكن لما يكتشف إنك مش متأثرة بيخسر أقوى سلاح عنده. مهم جدا، الخطوات دي محتاجة منك تعافي داخلي، شجاعة ووعي بحالتك. استخدمي ذكائك واختاري اللي يناسبك. في الآخر الهدف مش إنك تهزميه، الهدف إنك تحرري نفسك، وعقلك ووعيك دايما هم أقوى أسلحتك في رحلة نجاتك الخاصة.